في فرق كبير بين إنك تكون راجل أو إنك تكون مجرد ذكر. اسم مكتوب في البطاقة، لكن الراجل بيكون اسم مكتوب في المواقف والأزمات. يا ترى أنت مين فيهم؟ الناس فاكرة إن الراجل هو اللي بيمشي بيرازي في خلق الله، وهو اللي صوته عالي، وهو اللي عنده عضلات. لكن أحب أصدمك إن ولا حاجة من دول بتخليك راجل. الحقيقة إن الشكل مش كفاية، لأن الشكل ممكن تشتريه. لو جت على اللبس فأنت ممكن تظبطه، لو على الفورمة هتعمله، لكن المواقف هي اللي بتبين. لو مثلا قابلتك واحدة ست وطلبت منك مساعدة، هل هتتصرف وتساعدها ولا هتهرب؟ الراجل هنا بيبان وقت الأزمة، لما الأمور تتعقد أو الغلط لما يحصل. إنما الذكر زي ما انتوا عارفين هيهرب أو هيقف يتفرج. الراجل بيعرف يختار قراراته بنفسه، حتى لو القرار ده كان غلط فهو يقدر يتحمل نتيجته. الراجل بطبعه بيتحمل المسؤولية، ما بيشتكيش لحد، لأن الراجل لما بيغلط ما بيرميش الحمل على أهله أو على الناس، إنما لما بيغلط بيقعد مع نفسه ويحل مشكلته بنفسه. وطبعا الراجل ما بيتكسفش إنه يشتغل أي شغلانة، طبعا هي شريفة وبتجيب فلوس. لكن طبعا الذكر بيجيب فلوس من إيه؟ بابا وماما. معظمكم فاكرين إن الرجولة هي السيطرة أو البلطجة والصوت العالي، لكن من شخصية الراجل إن هو بيتكلم بأدب. تخيل، الراجل بيحترم الست وبيخاف عليها حتى لو ما يعرفهاش. الراجل بيحترم الصغير قبل الكبير، بيحترم الضعيف قبل القوي. فالرجولة أفعال مش أقوال. لما تقول تكون قد اللي أنت بتقوله وتعمله، مش كلام على الفاضي. لما توعد تنفذ قبل ما تقول ده أنا كده راجل محترم وقال الصفات اللي موجودة فيا فأنا كده إيه، راجل. لا، اسأل نفسك الأول، هل أنت بتتحمل نتيجة غلطك؟ هل بتساعد حد وقت شدته ولا بتهرب؟ هل بتعرف تقول لأ للحاجات اللي مش عاجباك؟ هل بتقول كلمة وتبقى قدها؟ لو لأ فأنت محتاج تراجع نفسك. في الأول والآخر مفيش حد فينا بيتولد عنده كاريزما أو بيتولد راجل، إنما مع الحياة والمواقف بيتبني. أنت اختار، تحب تكون راجل في مكانتك ومركزك، ولا تكون ذكر ماشي مع بقية الخلفية؟ أتمنى الكلام ده يكون لزق فيك فوق. خليك راجل، مش لازم قدام الناس، لكن أهم حاجة قدام نفسك، لأن في الأول والآخر أنت هتعيش مع نفسك. فلو مفيش حاجة من اللي قلت عليها في الفيديو مش موجودة فيك، فذكر راجع نفسك. سيب لي رأيك في كومنت. عاوز أشوف كام راجل لسه فاضل في الزمن ده. سلام.